ورحمه الله. النهارده حضرتك منور لمسه ابداع، تقول لنا ايه معاليك؟ والنهارده المؤتمر هيبقى جميل وجميل بوجودك. الله يكرمك يا فندم. اولا كفايه ان هو اسمه بصمه ابداع. يعني ايه بصمه ابداع؟ لما يبقى فيه الابداع موجود لكن فيه بصمه، يعني الواحد بيبقى مرغوب بالبصمه، فما بالك بقى ده بصمه ابداع. ده شيء على فكره برفع لهم القبعه ان هم اختاروا هذا التعبير، لان الانسان بيتعرف من بصمته. فانت هنا كل اختيار قيس عبد الفتاح يبقى متواجد وسط هذا المحفل الجميل ده بعتبره شابوه، شرف ليا يعني. احنا كنا بنشوف معاليك المؤتمرات الاول للفنانين والممثلين والمطرب والكلام، الوقت لقينا الشيفات برضو عادوا بيعملوا مؤتمرات وبتنجح، والاكسسوارات والشعر بيعملوا وبينجح، كل حاجه عادت بتنجح اليومين دول. تقول ايه معاليك النهارده والست المصريه ثبتت وجودها وجدارتها في كل مجالات الدنيا؟ الجمال يا استاذه، الجمال في ايه؟ ان يبقى في بصمه في كل فرع من فروع الحياه بيكملوا بعض. هو انا اقدر لو قمت الصبح لو ما اكلتش معلقه العسل هعيش؟ معلقه العسل مهمه، اذا اللي بيعملها ياخد جايزه، يبقى بصمه. الفطار بيبقى فيه كذا، ده من ناحيه الاكل. بعد كده ببتدي اتعامل في الحياه، بشوف بنزل برضه كل فرع برنش من برنشات الحياه احترمه ويبقى له فيه بصمه، ومن هنا يبقى مؤتمر بصمه ابداع. وتواجد الفنانين كمان والمطربين في المكان بيدي للمكان جمال وبصمة أجمل. النهاردة بنقول لك ومعاليك طبعا منور الدنيا، قامة كبيرة في المجتمع، كل سنة وانت طيب. وتقول ايه للمصريين النهاردة في يوم هيبقى جميل بإذن الله بوجودكم؟ والله أقول لهم يعني أنا في دايما مقولة كده قدامي بقولها طول الزمن أفضل أدور يا حبيبي أسأل عليك وأنت مش شايف دموعي اللي بقلبك وبعينيك، دمعتي فوق خدي تجري لليالي تنحرق، وأنا مش هجيب أبدا إن لما أعود إليك هعود إليك يا مصر. مصر وتحيا مصر وجمال مصر من فناننا وجمهورنا.